يسعد اوقاتكم، يعطيكم الف عافيه يا شباب. اهلا وسهلا فيكم. اليوم درسنا درس بسيط وخفيف نظيف، يعني ما كتير طويل. هو حيكون استكمال للدرس الثامن اللي احنا وقفنا عنده اخر مره، اللي هو كيف انا بعمل شيرد فولدرز للملفات عبر الشبكه. نحن الدرس الماضي كان حديثنا مخصص على شبكات السيرفر كلاينت اللي شرحنا عليها ببدايه الكورس تبعنا. حكينا نحن عندنا تو تايبس اوف نتورك، عندنا السيرفر كلاينتس وفي عندنا الورك جروب. انا الكلام اللي حكيته المره الماضيه هو بيئه عمل ويندوز سيرفر، يعني انا عم بحكي على سيرفر كلاينت. طب انا اذا بدي اطبق نفس الكلام لكن على بيئه عمل ورك جروب، مثل ما شايفين انا كمبيوتري شخصي، انا عندي ويندوز 7، فانا النتورك اللي عندي اللي هي ورك جروب هيك هي. طب انا خليني اتخيل سيناريو بسيط. انا نفرض عندي خلينا نقول مكتب بقلبه في 5 أشخاص موظفين، عندهم هيك مكتب صغير، ما عندهم سيرفر. هن مجرد أنه عندهم 4-5 لابتوبات أو كمبيوترات وعندهم اتصال إنترنت وعاملين شبكة بين بعض، فهن بدهم يتشاركوا الملفات بين بعضهم. طب هدول ما عندهم اكتف دايركتوري وما عندهم كل هاي التفاصيل اللي حكينا عليها المرة الماضية. كيف أنت فيك تعمل لهم بيئة عمل يقدروا من خلالها يتشاركوا الملفات ويتشاركوا السورسز اللي بين ايديهم، يعني كالطابعة مثلا او كالسكانر او هاي القصص. يعني خلينا نشوف هلا. حامشي بنفس الخطوات اللي عملتها المرة الماضية. حاعمل نيو فولدر، هسميه مثلا سيريان انجينيرز. سيريان انجينيرز عبارة عن فولدر حقول له بروبرتيز اللي هي الخصائص. طبعا هذا انا عم بشرحه يا شباب، عفوا طبعا هذا الشيء اللي انا عم بشرحه يا شباب يعني على اي ويندوز انت فيك تعمله، اذا كان ويندوز 10 او 7 او ويندوز 8، حتى لو كانت انت الكمبيوترات اللي بقلب المكتب يعني كل واحد ويندوز شكل مختلف عن الثاني، فهذا الموضوع طبيعي، يعني هي كلها نفس الترتيبه. فانا هذا الفولدر حقول له بروبرتيز، حروح على شيرنج نفس ما عملت المره الماضيه. ادفانس شيرنج حقول له شير ذس فولدر، حقول له بيرميشنز، وراح اجي لهون. اذا بتذكروا نحن الافري وان بالنسبه لنا كان خيار مرفوض في بيئه عمل سيرفر كلاينت. اوكي، انا بالنسبه لي هون انا مضطر اني استخدمه، لانه انا ما اذا بدي اضيف يوزرز انا ما عندي اكتف دايركتوري اخذ منها مستخدمين، وماني بصدد اضافه يوزرات من لابتوبات ثانيه، لانه كل واحد له اسم حاسوب خاص فيه وله اسم اكاونت وباسورد واسم، يعني بدي فوت بمتاهه ماني فيها يعني. لا، خلي الموضوع يكون مور سمبل اكثر يعني. فانا حقول له مثلا فول كنترول، اعطيهم للكل فول كنترول يصطفلوا. اذا انت الاونر وبدك اللي بقيه مثلا ما يفوتوا يحذفوا او ما يتصرفوا بالملفات على كيفهم، نعطيهم نحن انه ريد بس. انا حقله فول كنترول، رح بسط الموضوع ورح نعتبر الموضوع يعني هيك شعبي، خلينا نقول انه يلا ما بدنا نحن نعقد المواضيع اكثر. حقله اوكي اوكي. طيب حروح لعند security، نفس الامر. هلا هون انا اذا بتلاحظوا ما عندي everyone، حضيفها. حقله add everyone، تقدر تضيفها من اي مكان، مش شرط تكون active directory. هاي everyone حاعطيه allow. اوكي اوكي، هذا الفولدر صار مشارك على الشبكه. طب اوكي، انا كيف بدي اوصل له؟ رح نوصل له من كمبيوترات الناس الثانيين. فانا كيف بوصل له؟ كمان نفس الطريقه. انا عندي طريقتين، يا اما بشوف شو الاي بي ادرس تبعي. الاي بي ادرس تبعي 192.168.0.170، وانا ما بنصحكم تستخدموا الاي بي ادرس في هالحاله، لانه انا شابك من راوتر من راوتر انترنت يعني. فانا هذا الاي بي اللي عندي يعني ممكن يتغير، ممكن انه يعني ما ثابت، ما ستاتيك يعني. عرفتوا كيف؟ لانه انا عم بعطيكم سيناريو، ابسط سيناريو انت ممكن تتعرض له بمكان. عرفت كيف يعني؟ خلينا نحن نربط الامور عن طريق الاسم، بيكون احسن يعني واضمن واريح للبال. كمان انت اي تي ما بدك كل يوم والتاني واحد الو صار عندي مشكله، الو ما زبط معي، الو والله في عندي اشكاليه. خلص من اول مره زبط بيئه عمل مثاليه تكون مربوطه بشكل تمام وريح بالك يعني. فراح اروح لعند البروبرتيز. شو اسم الكمبيوتر تبعي؟ اسمه ديل. فانا طريقه المشاركه تبعي حتكون \ديل. المفروض من كمبيوترات الاشخاص بس اضغط ديل حيفتح لي الفولدر تبعي اللي هو اسمه سيريان انجينيرز. طيب انا هون في عندي اشكاليه يا شباب. انا طبعا هلا فتحته من كمبيوتري على مسار الشبكه تبعي. انا هذا المسار لازم افتحه من كمبيوترات تانية من اشخاص التانيين. طب هدول الاشخاص التانيين لما بدهم يحطوا هذا \ديل، هل حيفتح عندهم بهي الطريقه؟ قال ما رح يفتح عندهم الا اذا انت عملت هالخطوات التاليه قبل هاي.
لازم تفوت لهون على نتورك اند شيرنج سنتر. هذا الخيار موجود بالويندوز 10 وموجود بويندوز 7 نفسه تماما. ممكن تختلف عليك من وين توصل له، لكن اذا وصلت له فهي نفس الواجهه يعني. حتروح لعنده. طبعا هذا الكلام من كمبيوترك ومن كمبيوتر الاشخاص الثانيين اللي معك على الشبكه. حتروح لعند هي Change Advanced Sharing Setting. هون رح تقول له Turn on Network Discovery، بمعنى هذا هو البروتوكول، هو المسؤول عن اكتشاف الكمبيوترات المربوطة معك على نفس الشبكة. فأنت عم تشغل النتورك ديسكفري، أنه عم تسمح لهذا الكمبيوتر أنه يشوف الكمبيوترات اللي مشبوكة معه على نفس الراوتر، وعم تسمح للكمبيوترات الثانية تشوفك. فأنت كأنك عم تصرح عن حالك. تمام؟ أنا هون هاي بتكون باي ديفولت موجودة التيرن أوف، أنا بعملها التيرن أون. هاي مثلا عندي أنا الفايل أند برينتر شيرينج، هي باي ديفولت حتكون تيرن أوف بصراحة. أنت بتقلها تيرن أون، أنه أنا صحيح مشبوك مع الكمبيوترات، لكن أنا بدي أسمح بموضوع مشاركة الملفات والبيانات. هاي التفاصيل طبعا انه اذا انتم بدكم تشاركوا الستريمينج بين بعضكم، اغاني ما اغاني، هاي الامور نحن ما بتهمنا. نحن اللي بيهمنا لا هاي الباسورد والبروتكتد باسورد بروتكتد شيرينج. للاسف اذا واحد هلا من الاشخاص حط باك سلاش ديل من كمبيوتره، ضرب انتر، طبعا انت حتقول لي وين الدي ان اس اصلا موجود بالراوتر نفسه. تمام؟ اذا ضرب باك سلاش ديل او حط الاي بي ادرس تبعي اللي هو 192.168 صفر يمكن 170 كان، يعني نفس الشيء. اذا ضرب هاي الشاشه راح يطلع له يوزر نيم وباسورد. طب انا يعني من وين بدي اجيبهم؟ يعني ليش لحتى افوت بهي المتاهه؟ خلص انا عندي هذا الخيار اسمه تيرن اون باسورد، انا بحطه تيرن اوف. حطه تيرن اوف. لما بتحطه تيرن اوف صار اي حدا بده يحط هذا الاي بي او بده يحط اسم الكمبيوتر تبعي اللي انا عامل فيه الفولدر ديل، ما عاد يطلع له اي باسورد او يوزر نيم، صار يفتح مباشره تماما، يعني مثل ما كان يصير معنا في بيئه سيرفر كلاينت، باستثناء انه هنيك انت كنت الادمنستريتور، انت كنت تحط يوزر نيم والباسورد، انت كانت الصلاحيات بايدك. هون نحن ما عندنا نحن واحد ادمنستريتور والثاني اند يوزر، لا خلص كلياتهم مثل بعضهم. فانت خلص وقفت الباسورد بين الاعضاء اللي مؤسسين لهي الشبكه او الموجودين ضمنها يعني. وصلى الله وبارك، بتقول له سيف تشينجز وانتهت الامور. طيب انت حتسالني سؤال طيب كثير جوهري، طب الاشخاص اللي موجودين بالشبكه بيقدروا يفوتوا على كمبيوتري؟ قال هن ما بيقدروا يفوتوا على كمبيوترك ولا يعملوا اي شيء، هن بيقدروا بس يشوفوا الملفات اللي انت عامل لها شيرينج. فانا شو الملفات اللي انا عامل لها شيرينج؟ بس هدول. هذا الملف، هذا المجلد اسمه سيريان انجينيرز، هذا هن لما بدهم يحطوا ديل، اذا فاتوا على ديل ما حيقدروا يفوتوا ويشوفوا شيء الا هذا المجلد. فالموضوع سيف امن، ما تخاف، ما تفكر الموضوع كتير كبير، ما فيه اي اشكاليه. تمام؟ طيب هذا الكلام بالنسبه لشيرد فولدر. اذا هو نفس الترتيبه اللي كانت اللي شرحناها بالسيرفر كلاينت، باستثناء انه هون عندي شويه خيارات بدي افعلها، وموضوع ال everyone issue هالشغلات هي، موضوع ال everyone والكلام اللي حكيناه عليها اللي هي البيرميشنز. طيب انا اذا افرض عندي بالمكتب طابعه، هاي الطابعه already connected على كمبيوتري. طيب انا في طابعه عندي بالشغل، كنترول بانل بتطلع قدامك مباشره، ليك عندي هون devices and printers. انا بالشغل عندي طابعتين، عندي هاي وعندي هاي، هن دايركتلي كونكتد على كمبيوترين، هن موصولين معي على كيبل يو اس بي. انا حقول له زر يميني، مثلا هي سامسونج انا بدي شيرها على بقيه الكمبيوترات يقدروا يطبعوا من خلالي، فانا بقول له printer properties، رح اروح كمان لعند شيرينج، رح اقول له شير ذس برينتر، حسميها مثلا انا سيريان انجينيرز مثلا، هيك اسم الطابعه، حقول له ابلاي، وراح كمان فوت لعند سكيورتي واطلب من ايفري وان يقدر يعمل فيها شو ما بده. طبعا لا تنسى انت بالشيرينج انت بهي الطريقه صارت الطابعه مشيره، تاكدنا من ايفري وان وتاكدنا من الشيرينج انها هي اصلا مشيره. قال له اوكي. هلا اذا اجى حدا من كمبيوتر تاني وحط ضغط ديل، شو حيطلع له؟ حيطلع له المجلد المشارك اللي انا كنت اصلا مشارك عليه، وبنفس الوقت رح يطلع له هي الطابعه. فهو انت بس اول مره رح تيجي تقول له كونكت، بمعنى وصل لي اياها، خلص توصلت.
هلا الشخص الثاني بالكمبيوتر الثاني اذا بيفتح مايكروسوفت وورد وبيجي يكتب وقرر انه بده يطبع، هي برنت، واجا يدور بالطابعات، حتطلع له هون طابعة اسمها سامسونج لكن مشاركة عن طريق الشبكة. تمام؟ طبعا انا هلا ما طلعت عندي هون لانه أنا اصلا هي موجودة اوريدي عندي، بس انا عم اقول لكم بالنسبة للاشخاص اللي موجودين على الشبكة معك لما بدهم يفوتوا يفتحوا وورد ويطبعوا، بالنسبة لهم الطابعة حتكون موجودة وليستد هون باي ديفولت، حيكون اسمها SE مثل ما انا سميتها. هي يا شباب بالنسبة لموضوع مشاركة الطابعات هذا هو درسنا اليوم بكل بساطة. أنا بس مثل ما قلت لكم أنا بحب أعطي معلومة متكاملة مشان ما يضل في أسئلة أو استفسارات في بالكم، فضفت هذا الفيديو خليته يكون مخصص مختلف عن الدرس الثامن بس مشان نفصل بين طريقة مشاركة الملفات بالورك جروب عن السيرفر كلاينت. طبعا كمان موضوع الطابعة نفس الترتيبة، طريقة مشاركتها بتكون بالسيرفر كلاينت نفس الشيء تماما، نفس القصة. تمام؟ فهاي من أكثر الشغلات حكيت عليها من المرة الماضية، هي مطلوبة بالشغل، مطلوبة بالعمل. عادي كتير أنت كموظف IT يجي يحرق لك بدي shared folder، فأنت لازم مباشرة تساوي وتظبط الأمور بهذا الموضوع. إن شاء الله بتمنى لكم التوفيق وأهلا وسهلا فيكم.